ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله التحدي بتاعنا كسر حاجز الخوف. واحده من الحاجات صراحه اللي لقيت صعب ان انا اعملها، بس اخذت وقت. حتى 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 الشخص فاكرني يوتيوبر بيقول لي هات لي معاك هات لي معاك انا اصوره معايا، ولكن واحده من القرارات الصعبه والحاجات اللي صراحه اخذت مني وقت علشان اكسرها، ولكن قرار مش سهل حرفيا، بالذات في طبع مطروح. يعني طبع مطروح بالذات البيئه اللي انا اصلا نشأت فيها، فطبع بيحكم عليها الشده شويه، المعاملات. فمن المواضيع الصعبه انك تطلع وتصور كده في الشارع، ولكن الموضوع اخذ مني صراحه، اخذ مني وقت. قعدت متردد كم مره اطلع الكاميرا ما اطلعش الكاميرا. يعني الموضوع ما بتعمله خلاص تكسر الحاجز الاول، ما اعتقدش الموضوع ده بتكسرها من اول مره، بل ان هي بتاخد وقت. واصريت حرفيا ان انا اصور يعني في وسط البلد عشان اكسر الحاجز من الاخر. يعني بس يعني مش متعود على حاجه زي كده، ولكن يعني ليه لا، واي نوت. صراحه خطوه كانت اقسم بالله في البدايه تردد رهيب ان انا اعمل الخطوه دي، بس الحمد لله كسرنا. انا معتقد كده يعني ايه، خلاص مجرد ما عملت الحاجه خلاص كده. فيجي السؤال اصورك يا غالي ونطلع البحر، ناخد طريق البحر شويه. الموضوع يستاهل يستاهل. طبعا ده شارع اسكندريه اللي جاي مطروح قبل كده، عارف الشارع ده طبعا، هو اشهر شارع موجود هنا. يا الله، الموضوع بقى اسهل في المره الثانيه لما جيت فتحت الشارع هنا. خلاص الخوف ده هو عباره عن وهم بس. ابقى اتكلم عن الموضوع ده بعدين، بس خلينا نطلع البحر الاول اوريكم البحر لونه ايه، مع ان الكاميرا مش هتبين قوي شكل البحر عامل ازاي. يا سلام طبعا يا جمال مطروح. السلام عليكم. ماشي يا كبير. واحده من اجمل الحاجات اللي تروح البحر بتاع مطروح صراحه، ما لقيتوش في حته في مصر، او يعني لما رحت اسكندريه كان البحر ما عجبنيش صراحه. كانت صراحه تجربه رائعه جدا، من احد اجمل التجارب اللي جربتها. ما اقول لكمش ان انا كنت واثق من نفسي قوي في البدايه، ولكن الموضوع اخذ مني وقت. اصريت ان انا اروح اصور في وسط البلد. ليه؟ وسط الناس. وطبعا مطروح مش من البلد الزحمه قوي، فقلت لازم اروح وسط البلد عشان اصور في وسط البلد. وهناك صراحه اول ما بدات ان انا اطلع التليفون وابدا اصور، الموضوع اخذ مني كذا وقت كده. اطلع التليفون وما اطلعش التليفون، اطلع التليفون وما اطلعش التليفون، وفي الاخر كنت هندم صراحه. كنت روحت ما كنتش صورت. كان في الاول بس في رهبه كده، ولكن الموضوع عادي بالعكس، والناس يعني دخلوا في الفيديو واللي عايز يصور واللي كذا واللي كذا واللي كذا. فالموضوع كان مجرد وهم. هو اي خوف عموما انت في حياتك هو عباره عن وهم. ليه هو عباره عن وهم؟ لان انت بتبقى متصور انه في حد هيبص لك بنظره معينه، ممكن انت فاكر ان في حد يملك لك الضر والنفع، او انت حتى لو مش واعي الامر ده في نفسك، ممكن نفسك خايفه تيجي لها ضرر من ناحيه معينه، نفس متوهمه انه في ضرر او نفع من الحاجه دي، سواء ايه هو اللي انت كنت خايف منه. من اقوى الامور زي ما قلت، اقوى الامور هو الايمان. لان الايمان انت بتؤمن ان ربنا اللي يملك، طبعا ده لما توصل لمرحله ايمان عاليه، ان ربنا هو اللي بيملك الضر والنفع، فساعتها اصلا موضوع الخوف ده ما بيبقاش موجود. يعني دي اقوى حاجه على النفس. ولكن من احد الاسباب العقليه اللي انا خدتها صراحه مع نفسي في التجربه دي 3 خطوات. لو انت عايز تتغلب على الخوف اللي عندك من ناحيه حاجه معينه او حاجه موقفاك ان انت تعمل نجاح معين، في خطوات محتاج تكسرها علشان توصل للهدف بتاعك. اول حاجه توقف الافكار السلبيه. اهم حاجه يكون الموضوع اللي انت بتعمله مش موضوع فيه تجاوز شرعي، ده اهم حاجه، سواء انت فكرت في نفسك او نفسك التفتت لوحدها. فلازم توقف الافكار السلبيه، ده اول حاجه. تاني حاجه انك تطمن، ما تخافش، تجمد قلبك كده وتدي لنفسك افكار ايجابيه، ان انت اكبر من كده، اعلى من كده. انت تخاف من حاجه زي كده في الدنيا، يعني انت المفروض اصلا تخاف من ربنا اصلا اللي خلق لك الدنيا دي كلها عشانك انت. فما تقللش من قدر نفسك، لان مجرد ما انت بتخاف من حاجه فانت بتقلل نفسك قصاد الحاجه. فما تقللش من قدر نفسك. قصه سيدنا موسى بدات فاوجز في نفسه خيفه موسى، فكر فكره في نفسه فكره سلبيه. بعد كده ربنا قال له ايه؟ قلنا لا تخف، ما تخافش، ما تخافش، اطمن، جمد قلبك، لا تخف انك انت الاعلى. فكره ايجابيه، فكره ايجابيه. وبعد كده صراحه لحد ما وصلت عند الشنطه وخلاص هفتح الشنطه عشان اطلع الحامل اللي احط فيه التليفون عشان اصور، خطوه ان انا بس اطلعها من الشنطه، خد قرار بيني وبين نفسي كده، قصه محدش شايف، انا الوحيد اللي شايف الحوار اللي بيني وبين نفسي ده. اطلع الكاميرا ولا ما اطلعش الكاميرا، اطلع الكاميرا ولا ما اطلعش الكاميرا، حوار. وكنت هندم حرفيا لو كنتش طلعت الكاميرا وروحت. قلت يلا
والقي ما في يمينك على طول، طلع الكاميرا على طول، طلع الكاميرا وصور على طول. اول ما كسرت الحاجز بس عادي، بقيت بتكلم مع الكاميرا عادي في الشارع، مفيش اي خوف، مفيش اي حاجه خالص، بالعكس انا مستمتع. وفي اللي يجي لك من محل يقول لك صورني معاك ومش عارف ايه، واللي بيهزر واللي بيعمل. فهي الموضوع كله عباره عن وهم. اول ما تكسر الوهم ده خلاص، اول حاجه تلغي الافكار السلبيه، تطمن، تدي لنفسك افكار ايجابيه وتعمل الفعل على طول. ما تفكرش، ما تسيبش لنفسك مساحه، اعمل وارمي نفسك على طول. كنت قاعد بفكر في حاجه غريبه جدا، بقول سبحان الله، يعني الانسان مهما كان طبعه ايه، سواء كان في طبعه الخوف او هو اكتسب الخوف ده، او سواء هو يعني الخوف الطبيعي اللي موجود في البشر عادي، يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب. في كله، قلوب كله، يعني فاهم انت ازاي؟ مهما كان طبعك ايه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاقوى حاجه، اقوى حاجه ذكر الله. اقوى حاجه مع المسايسه العقليه اللي انت بتعملها دي، اقوى حاجه هي ذكر الله. من اللي ممكن اصلا لما الايمان يزيد يعدل من طبعك انت البشري الاصلي اللي جواك، اللي انت مفطور بيه، اللي انت مولود بيه. بس طبعا ده محتاج قوه ايمان عاليه جدا، مش اي ايمان يعني، لما يكمل الايمان في قلبك. فصراحه كانت تجربه جدا رائعه، انا استمتعت. انا استمتعت جدا بالتجربه. انا عارف الموضوع ما بيجيش من حركه واحده او مره واحده، ولكن كسر الحاجز مبدئيا، بعد كده بقى مع التمرس ومع انك تعمل الحاجه دي مره في اتنين في تلاته، بيبقى الموضوع بقى اسهل بكتير كل مره. لو انت تسالني انا هطلع صور في الشارع تاني، مش هطلع صور في الشارع تاني لسبب واحد، الكاميرا. انا ساعتها طبعا بصور بالكاميرا الخلفيه بتاعت التليفون، فانا مش عارف الايزو وهل الصوره كويسه ولا لا، لان انا ما بصورش بالسيلفي. لو هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش انك انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه لو انت على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.